انا ما اتطلقتش عشان جوزي، انا اتطلقت عشان سكوته. انا لما قريت القصة دي فهمت ان في بيوت بتتهد من غير خناقة ومن غير صوت. صاحبة قصتنا بتقول: انا متجوزة بقالي 4 سنين، جوازي كان صالونات. ناس كتير قالت لي ده راجل محترم، وهو فعلا كان محترم، لا بيشتم ولا بيشرب ولا بيخون ولا بيضرب. من اول يوم قال لي هنعيش في بيت العيلة شوية مؤقت، وانا وافقت لاني كنت فاكرة ان المؤقت ده له اخر. بتقول في الاول كنت مبسوطة، البيت كبير وفي ناس حواليا، مفيش وحدة. كنت فاكرة ان اللمة امان، ما كنتش فاهمة ان اللمة من غير حدود بتقلب ضغط. كنت بحاول اعمل الصح دايما، اقوم بدري واطبخ واضحك واعدي اي حاجة كانت تضايقني. بعد شوية بدأت احس ان كل حاجة محسوبة عليا. لو اتأخرت في النوم يفضلوا يقولوا هي لسه نايمة لغاية دلوقتي، ولو لبست هدوم على مزاجي هو اللبس ده ينفع هنا، ولو سكت مالك زعلانة في ايه. حتى سكوتي ما كانش مسموح. بتقول كنت بفضل مستنية كلمة من جوزي، ما كنتش ببقى مستنية يتخانق ولا يعلي صوته، بس كنت محتاجة كلمة واحدة بس، دي مراتي وانا حر فيها. بس اللي كان بيحصل ان هو كان بيسكت ويغير الموضوع، وبالليل يقولي استحملي دول اهلي. وانا عشان بحبه كنت بستحمل، بس كل مرة كنت بحس اني لوحدي اكتر. بتقول في يوم اتخانقنا خناقة عادية جدا بسبب الضغط والتعب والكلام اللي كان بيحصل. ففي كلام اتقال بسرعة وصوتي علا سنة. فجأة حماتي دخلت وقالت قدام الكل: وطي صوتك، انت هنا مش في بيتك. تقول الجملة دي ما وجعتنيش، بس الجملة دي عرفتني مكاني. بتقول بصيت لجوزي، كنت مستنية اي رد، اي دفاع، او اي احساس ان ليا ظهر، بس هو سكت. والسكوت ده كان اختياري يريح الدنيا على حسابي انا. من اللحظة دي عرفت ان ايه ماليش اولوية. بعد الموقف ده بقيت اقل حاجة واقل كلام واقل ضحك واقل نفس. بقيت بحاسب نفسي قبل اي كلمة، مش علشان غلطانة، علشان خايفة. واسوأ احساس كان بيوصلي اني بقيت غريبة في مكان اسمه بيتي، وهم فضلوا زي ما هم. خلاص هم عرفوا ان انا هفضل دايما مستحملة، وجوزي عمره ما هيرد. بتقول فضلت احاول واصبر واقول يمكن يتغيروا، وهو كمان يمكن يتغير ويرد. بس الصبر لما بيبقى من طرف واحد بيبقى تدمير. في يوم صحيت وحصل برضو معاهم موقف خلاني لميت هدومي ومشيت. مشيت من غير غضب ولا انتقام، مشيت عشان افضل انسانة. اخر سطر في الرسالة كان بيقول: انا ما كرهتش جوزي، انا كرهت احساس اني لوحدي وهو واقف يتفرج. انا حابة اقول لاي راجل بيت العيلة مش وحش، بس من غير حدود بيكسر. لازم نعمل له حدود علشان خاطر راحتنا وراحة بيتنا. واقول لاي ست: السكوت اللي ما يحميكيش مش حكمة، ده خذلان. ما تضغطيش على نفسك. القصة دي مش ضد العيلة ولا ضد الجواز، القصة دي ضد بيت بيتبني من غير حارس. الجواز مش محتاج صوت عالي، الجواز محتاج موقف، واحنا اللي لازم نحط الموقف ده.
ولو في حد كان في بيت العيلة وحصل له موقف زي ده يكتب لنا. ولو سمعت القصة دي وحسيت انها شبهك او شبهك او شبه حد تعرفه اكتبولنا وقولولنا هل الصمت وقت الغلط قوة ولا ضعف. وشيروا الفيديو يمكن يوصل لأي حد يكون لسه عنده فرصة. مع السلامة.